كل حاجه. بقولها تاني: النظام الغذائي لمريض السكر النوع التاني والنوع الاول، بس انا هتكلم بالنوع الاول لحلقه لوحده يعني، لازم يبقى فيه نشويات. لازم، حتى لو هستخدم نظام اللو كارب اللي هو منخفض النشويات. اللي هو ايه يعني منخفض النشويات؟ يعني انت سعراتك اليوميه 30% منها 30% منها نشويات. يعني لو حضرتك بتاخد 1500 سعر في اليوم، انت محتاج 500 سعر منهم يبقوا في شكل نشويات. يتقسموا ازاي؟ اول حاجه عايز اقولها ان الوجبه ما يزيدش فيها عن من 60 ل 90 جرام نشويات في الوجبه الواحده. يبقى انت عندك 500 سعر حراري مثلا، تقسمهم على الاربعه اللي هو السعرات بتاعت النشويات، فيطلع لك حوالي 120 او 115 جرام نشويات في اليوم. قسم لي بقى الفطار مثلا، حط لي فيه 30 40 سعر 30 40 جرام نشويات. الغدا حط لي فيه 70 جرام مثلا بتاع، وخلي العشاء عباره عن خضار اللي هو نشوياته قليله يعني. نوعيه النشويات مهمه جدا، ان انا استخدم النشويات المعقده مش البسيطه، دي مهمه جدا. الحاجة التالتة المهمة: أبعد عن السكر. السكر المباشر مسموح لي في اليوم لمريض السكر والشخص العادي، على فكرة أنا بالنسبة لي الاتنين والله واحد تقريبا في نظام التغذية. مسموح لي من معلقتين لثلاث معالق صغيرة سكر مباشر في المشروبات كلها بتاعتي. أكتر من كده غلط. مش عارف تتخلص من موضوع السكر، أصغر الكمية. يعني لو بشرب 3 مرات في اليوم شاي، كل مرة بمعلقتين سكر، فست معالق عايز اخليهم ثلاثه، بدل الكوبايه ال 200 مللي خليها 100 مللي، فانت برضو شربت نفس الطعم، وبدل المعلقتين خليهم معلقه. هتبقى حافظت على طعم المشروب بتاعك، وفي نفس الوقت قللنا السكر لنصه بالظبط. الحاجه الرابعه: ممنوع يا جماعه نجيب حاجات من سناكس من بتاعه السوبر ماركت او المخبوزات، او ان انا اقوم الصبح افطر كيكه او بسكوت او بقسماط بلبن او بشاي، او ما ينفعش. ده اللي ممنوع فعلا في نظام التغذيه بتاع برضو الشخص المريض السكري. طيب، اكل ازاي بقى يا دكتور؟ انا هشرح لك. نبقى متفقين الاول ان احنا هنحط نشويات، وهنحط نشويات على قد ما نقدر تبقى كومبلكس كارب، مش نشويات بسيطه. الفطار بتاعي هحط عيش رغيف بلدي اللي هو فيه رده، حوالي 22% من تركيبته فيها رده. اخد رغيف، هو الرغيف ده حجمه دلوقتي تقريبا حوالي 70 جرام، ما عادش فيه مشكله خالص بالنسبه لنا. زمان كان 120 جرام، كنا ممكن نقول نص رغيف. فرغيف بلدي، اخد 3 4 معالق فول، اخد بيضتين مسلوقين، اخد حته جبنه قريش. بالمناسبه كل بروتين، ما تخافش، البروتين بيشبع، البروتين بيدي احساس بالشبع وما بيرفعليش الانسولين للدرجه الفظيعه اللي احنا بنخاف منها. فانت ممكن الصبح تاخد البيضتين المسلوقين بتوعك، او حتى بيض مقلي بس تقليه بالسمنه البلدي. بلاش السمنه النباتي، بلاش خالص يا جماعه والله، لان فعلا دي دهون مهدرجه وزيوت مهدرجه، وبتعمل مشاكل كتير جدا 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 جدا، ده غير زياده الوزن بتعمل مشاكل في الكبد كمان. مفيش داعي للسمنه النباتي ايا كان نوعها. يبقى انا بستخدم الزبده البلدي بتاعتنا، يا اما بستخدم الزيت، ما عنديش مشكله بقى خلاص. اخد بيضتين وحته جبنه قريش، واخد جنبهم خياره، طماطمايه، رغيف بلدي، 3 4 معالق فول، زي الفل، فطار حلو جدا. ما تاخدليش بقى بين الفطار وبين الغدا حاجات غلط بقى. يعني ما تجيش تاخد لي عصير مثلا، اخد عصير ده ممنوع. طب اعمل ايه؟ خد واحده فاكهه، ما عنديش مشكله في الفاكهه. خد فشار، ما عنديش مشكله، اعمل لك معلقتين ذره فشار واعملهم لو انت جوعت، ما عنديش مشاكل. بس ما تجيبليش سناكس، مخبوزات، بسكوت، كيك، عصاير، الكلام ده كله لا. هنيجي في الغدا: البروتين ايا كان نوعه يبقى مشوي او مسلوق او معمول في الفرن. يعني لو فراخ تبقى فراخ مشويه، او فراخ مسلوقه مش محمره، مش عايز بقى المقلي ده خالص. ناخد كميه بروتين تشبعنا. طبق السلطه نبدا بيه الاول، طبق سلطه حلو كده، وطبق الخضار ايا كان نوع الخضار، ما عدا طبعا البطاطس والقلقاس لان ما بعتبرهمش خضار طالما هحط رز. اتفقنا؟ طبق الرز على حسب طبعا الوزن بتاع جسمك. انا ما اعرفش طبعا، انا بكلم الناس عموما، فبدي نظام في المطلق كده يعني. فمن متوسط طبق الرز يبقى من 6 ل 8 معالق. لا، بتحسب طبعا على حسب الوزن، وعلى حسب السن، وعلى حسب النشاط البدني بتاعك اليومي، يعني تبذل مجهود ولا انت قاعد في البيت. ده بالنسبه للغداء. اي حاجه تانية بين الغداء وبين العشاء برضه هناخد اللي قلنا عليه ده: واحده فاكهه ما عنديش مشكله، فشار ما عنديش مشكله. بلاش اي حاجه ترفع لي السكر في الدم وتعمل لي مشاكل، وانا عايز انزل السكر التراكمي وعايز اكل نشويات. هنيجي في العشاء. العشاء ممكن يبقى زبادي، ممكن احط طبق سلطه، ممكن اخد خيار، ممكن اخد بيض مسلوق، ممكن اخد جبنه، ما عنديش مشاكل، واقطع عليها السلطه واكلها بالمعلقه. ممكن اخد نص رغيف على فكره، لو انت جعان قوي ومش قادر خلاص خد نص رغيف، مفيش مشاكل. البطاطا على فكره ظريفه جدا في العشاء.
يعني البطاطا المشويه او المسلوقه من الحاجات اللي بتحافظ لي، ده كومبلكس كارب، بتحافظ لي على مستويات السكر طول الليل انه ما يهبطش، ما عنديش مشكله فيها خالص. ده فطار وغدا وعشاء في المطلق لمريض سكر مدخلين فيه النشويات. هتقول لي يا دكتور رز وعيش، انا قلت لك رز وعيش. الافضل من الرز البلدي بتاعنا البرغل، الفريك، غله البليله، كل دي افضل طبعا ما بنكرش، بس انا بتكلم عشان ما تروحش تشتري، يعني انا عايز الحاجه اللي موجوده في البيت عندك واحافظ بيها على السكر بتاعي. طيب انا لو باكل حاجه دلوقتي هترفع لي مستويات السكر في الدم، يعني مثلا يعني نفسي راحت لحته حلويات، نفسي راحت، يعني مش عاملها كل يوم ومش عاملها كل اسبوع، انا بقول نفسي راحت لحته حلويات او ايا كان الحاجات اللي هي ممنوعه وممكن ترفع لي السكر في الدم. قدام حضرتك طريقتين تاخدها بيها عشان ما ترفعش سكر الدم. تاخدها لي بعد الوجبه، ووجبه تكون دسمه فيها دهون وبروتين عشان تقلل امتصاص السكر المباشر على طول دايركت للدم وترفع لي السكر. ياخدها بعد الوجبه مباشره، ياخدها قبل الوجبه وبكميه قليله مش كبيره علشان احافظ على السكر الدم في المستوى اللي هو الطبيعي. لان احنا غالبا مشكلتنا كلها مع مريض السكر هي ارتفاع وانخفاض السكر باستمرار. يعني اوعى تتخيل لما سكرك يعلى فتاخد انت علاج فتنزله لي فتهبط فبعد كده تاكل فيعلى، على فكره ده اللي بيأثر على الجسم، وهو ده اللي بيسبب مشاكل بعد كده مريض السكر. مريض السكر بيتغذى تغذيه طبيعيه صحيه، بحط له النشويات بتاعته على حسب سنه ووزنه ونشاطه البدني، ومحدش يقدر يقول لك انت ممنوع من النشويات قولا واحدا. مفيش حاجه اسمها كده في تغذيه مريض السكر النوع الثاني ولا النوع الاول. بس الفرق بس في النوع الاول اللي بحسب له انسولين ووحدات انسولين قدام الاكل، مع مريض السكر النوع الثاني لا، انت حد طبيعي، انت طريقه اكلك اللي وصلتك ان تبقى مريض سكر. هناكل بالطريقه دي، هنمارس شويه رياضه، حتى لو بص مش عايز حاجه، اقعد على الكرسي واعمل تمارين لو انا مش قادر اقوم، حتى اتمشى في البيت وانت بتتكلم في التليفون، اعمل اي حاجه تمارس لي بيها رياضه، واشرب ميه كويس. دايما اشرب ميه كويس، اشرب قبل الوجبه كوبايه ميه كبيره، لها فوائد كتير جدا، بلس هتديك احساس بالشبع. انت لازم تاخد كميه الميه اللي انت محتاجها يوميا، وقلت قبل كده من 20 ل 30 مللي لكل كيلو جرام من وزنك. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها، حاول تنام كويس، لان النوم فعلا من الحاجات المهمه جدا 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 اللي بتظبط السكر معانا. بلاش الضغط العصبي المستمر. انا عارف ان الحياه بقت صعبه جدا والناس كلها في ضغط عصبي، حاول على قد ما تقدر تسيبها، يعني سيبها لله، ربنا اللي بيكرم. الضغط العصبي بيرفع هرمون الكورتيزول اللي بيأثر لي برضو على السكر وقياسات السكر. فعلى قد ما نقدر نعمل الكلام ده كله، ودخل نشوياتك بالطريقه اللي شرحتها تقريبا كده، الاكزامبل اللي أنا قلت عليه دوت، وصدقني تحافظ على وزنك، هتنزل وزن لو عايز تنزل وزن، وهتحافظ على مستوى السكر، عشان باذن الله بعد 3 شهور من الطرق دي كلها هتلاقي نفسك سكرك التراكمي بقى طبيعي ونزل، وممكن ان شاء الله ان شاء الله بالاستمراريه نوقف علاج السكر وتبقى شخص طبيعي.